السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل معاكم وجبه غدا. طبعا كده بانت من التقليب بقى الخضره مع الرز. ان شاء الله هنعمل معاكم المحشي بطريقه طاروكه، وطريقه سهله وجميله وفيها بعض التريكات كده هوت، برضو دي بطريقتي ان شاء الله. اول حاجه طبعا انتوا عارفين خلطه المحشي بتتعمل ازاي. اول حاجه بنعمل الصلصه، يعني بنخلط البصلايه وبنحط عليها القوطه بتاعتنا، دي الخطوه الاولانيه. واهم شيء انك تكتري البصل. فهتحطي كده الاول الخلطه بتاعت البصل مع الطماطم. عايزه تصفيها صفيها، عايزه تخليها بقشرها خليها. هتسبكيها، واللي عايزها ني في ني سيبها، يعني ده غلوتين ثلاثه يا دوبك تتماسك كده. وهنبدا بعد كده نركنها على جنب. تحطي التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون، شويه نعناع وكزبره. هي دي الخلطه بتاعتنا، ما بحطش عليها اكتر من كده، لا بهارات بقى محشي ولا اي حاجه. خليها الطبيعي زي ما كنا بناكل طعم المحشي روعه كان زمان. عندي هنا ورق العنب. كده انا باخد اللي هي العيدان بتاعته، ودي بحطها في قلب الحله اللي بسوي فيها عشان تديك المزازه والطعم الحلو، بتبقى ايه بتاع ورق العنب. عندي برضه لما قورت الكوسه، بسيب الكوسه برضه اللي هي قلب الكوسه اللي مش برميها، وبحطها برضو في قلب الحله. تمام كده انا جهزت المحشي بتاعي. عشان ما اطولش عليكم، سلقت الورق العنب وعملت الخلطه بتاعت المحشي زي ما انتم شايفينها. اهم شيء بقى في خلطه المحشي اللي هيديك النكهه الحلوه زي ما قلت لكم كده بتريكات بسيطه، انك تفرمي بصل وتحطيه على قلب خلطه المحشي. خلطة المحشي دي اللي بتحط عليها البصل وكتير، بيخلي المحشي بتاعك طعمه عسل ومسكر كده. تمام. يبقى اول حاجة خلطة المحشي تحط عليها كمية بصل حلوة، تحطي حبة نعناع، ده بيدي نكهة المحشي بتاعك نكهة جميلة جدا. تمام كده. كده خلصنا. والبهارات ما تكتريش البهارات، ملح فلفل كمون كزبرة وحبة النعناع. تمام. وجربي وقولي لي ايه رأيك فيه. كده عندي قطعت اللي حطيتها في قلبها الحله اللي هحط فيها ورق العنب بتاعي. هحط فيها العيدان زي ما انا قلت لكم كده اهوت، وحبه بصل من تحت. تمام. وهحط برده جزر، عندي جزر حطي شرايح الجزر، بلاش الطماطم عشان ما تحرقش الحله من تحت، او ما البصل او الجزر بيكون افضل. تمام كده. هنا عندي بقى اللي هي الايه البفتيك، بتاع ده لحمه بفتيك. فكان عندي الشوربه فما عملتش معاهم سلقت لحمه ولا حاجه. عملت البفتيك زي ما انتم شايفينه. اول حاجه تبلته حلو جدا بالملح والفلفل، والبتاع ده وفصين توم. وسبته شويه، عايزه تسيبيه ساعه، عايزه تتبليه من بالليل بيبقى طعمه جميل مع معلقه خل كده اهوت، وتسيبيه لحد الصبح عشان يبقى اللحمه بتاعتك جوسي وطريه وحلوه كده. بعد كده رحت ماسكاها، جبت قطعه زبده زي ما انتم شايفين، وبدات بقى احمر القطع بتاعتي اللي هي البفتيك. تمام كده اهوت زي ما انتم شايفين كده في الطاسه. عملت الكميه كلها بتاعتي، اقلب بقى من الوش الاولاني للوش الثاني كده، واحس ان هي كده بقت حلوه. عايزه تخليها مستويه، او ممكن في الاخر تحط لها يعني ربع كوبايه ميه صغنونه لو انت بتحبها مستويه. لو انت جربتيها ولقيتها لسه بتشد معاكي، حطي ربع كوبايه ميه. بس اهم شيء البصل واللي هو بس محتاجه حبه فلفل اسود، ما تحطيش اكتر من كده. البصل وكمون وفلفل اسود، البصل قصدي وفص ثوم والملح والفلفل الاسود. تمام كده حمرناها كده اهوت خلاص. عملت الكميه بتاعتي كلها. وبعد كده هنبدا بقى نرص بقى المحشي بتاعنا في قلب الحله. ودي التريكات اللي كنت عايزه اقول لكم عليها، بتخلي طعم المحشي بتاعك جميل جدا. وده كان غدانا حبايبي. ما تنسوش بقى الوصل مع الحد، ما تنسوناش من اللايك ودعمكم لنا الجميل وكومنت حلو. انا بشوف الكومنتات اكتر من اللايك، ما اعرفش ليه سبحان الله. فربنا يجازيكم كل خير على كل اللي بتعملوه معانا. بس ما تنسوش اللايك يا حبايبي. تمام كده. اللايك اهم من التعليق. كده كانت اتحمرت كميه اللحمه اللي عندي زي ما انتم شايفينها او البفتيك. هبدا بقى ارص المحشي بتاعي في قلب الحله زي ما انتم شايفين كده اهوت. وطبعا كلنا شاطرين بنعرف نعمل نلف ورق العنب ازاي. وحطيت كده حبه الجزر كده قطعتهم وحطيتهم، وهبدا بقى ارص معاكم ورق العنب في الحله. بدل حاجتك جاهزه وانتم مجهزاها مقوره الكوسه والبتنجان واللازم منه، فبيبقى على طول بتبقى سهله جدا انك ترصيه. وزي ما انتم شايفين كده عملت معاكم حله كده عشان ما اطولش عليكم. بدات بقى ارصها في الحله زي ما انتم شايفين. وبعد كده نبدا بقى نرص معاكم الكوسه والبتنجان. مش هقول لكم على الطعم، بسم الله ما شاء الله كان طعم روعه روعه. وكمان كنت جايبه ملوخيه خضراء، فكده قطفتها. وبرده قلنا نعمل مع الوجبه دي محتاجه حاجه كده زي الشوربه تبقى جنبها كده. عملنا معاها بقى حبه ملوخيه
وده كده رصيت في الحله التانيه. كده رصيت بقى في الحله التانيه بقيه الايه، ورق العنب. وبرضو عملت في الحله اللي ايه التانيه اللي هي الكوسه والبتنجان زي ما انتم شايفينها كده مرصوصه. وبدانا بقى ايه، بعد ما خلصنا الكميه غليت الشوربه اللي كانت موجوده عندي، كانت شوربه لحمه. وسبت من الصلصه اللي انا خدتها للمحشي اللي احنا عاملينه، خدت بحب اركن حبه صلصه كده اهوت. برضو دي ايه تكايه كده حلوه بتتعمل، بتدي برضو طعم حلو قوي. تحطي معلقه سمنه بلدي، عايز تحطي حبه زيت، وتروحي جايبه كده ايه طبق صغير من الطماطم اللي انت عيناها، وتروحي قلباها وتيجي على وش المحشي من فوق، سواء محشي كرنب او محشي كوسه وبتنجان، وتروحي رصاها عليه. واهم شيء الشوربه تكون ايه بتغلي عشان تساعد في تسويه الرز. تمام كده يا حبايبي. هنبدا بقى الرز ده كله، ونرش بقى ايه، نحط الشوربه بتاعتنا. تمام كده اهوت زي ما انتم شايفين كده اهوت، بالبهارات بقى اللي متبله بيها الايه الصلصه بتاعت المحشي. وغطي على الحله بقى، وما يكونش طبعا مليانه لحد الاخر، بنقللها شويه عن مستوى الايه المحشي البتنجان بالذات، ما تحطيش كميه كبيره. يعني كده ايه حوالي نص الحله يبقى باين بس الميه الشوربه من تحت. وابدأي غطيها، ونبدا ايه نعلق عليها كده اهوت. كده حبايبي كانت الاكله بتاعتنا النهارده. كان عندنا لحمه، وعملنا البفتيك اللي انتم شايفينه، وهنا شويه الملوخيه ورق العنب. ومش هقول لكم على طعم المحشي ايه، طعمه كان روعه والله جميل. وهنا البتنجان والكوسه، طبعا الطماطم اللي انتم شايفينها اللي بحطها في الاخر بيدي نكهه حلوه، وطبق سلطه. وده كان غدانا، يا رب يعجبكم النهارده الغدا بتاعنا. وطبعا كنت بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات، فكنت تعبانه شويه، فدعواتكم اشوفكم على خير، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.